في دراما جديدة، دراما تالا صفوان وننا. مين ننا هاي؟ واحدة إيرانية، ومين تالا؟ واحدة ما بعرف مين هي. تالا صفوان هي بنت غريبة أطوار، غريبة أطوار كثير. هاي البنت أنا بشوفها دائما غريبة أطوار، فيديوهاتها كثير غريبة. ونانا أول مرة بعرفها، ما عمري شفتها. فشو قصة نانا وتالا؟ ما بعرف. تالا آخر فترة كانت تسوي مشاكل كثير، سوت مشكلة مع سارة وخوات سارة وجماعة سارة، لأنه سارة طلعت تحكي تلا كانت بدها تاخذني على موقع مهجور وتصورني هناك. ليش بدها تصورك؟ شو ليش انت دائما تصور؟ عادي صوروا بداركم، ضروري بالمنطقة مهجورة. فعادي الموضوع، يعني مش فاهم ليش. والمضحك في الموضوع انه تالا ونانا كانوا صحبات، يعني صحبات كثير، زي انا وصاحبي الاصل على رجليه ثنتين شمال واهبل. تخيل انا كمان شوي اسوي مشكلة مع صاحبي شو المشكلة اللي تصير يعني اكبر من انه زعل على ريلز؟ مرة ضربته بمفك، ما زعل. بس على ريلز لا زعل. ما بعرف ايش ماله صاحبي غريب اطوار زي تالا بتحسه. فنشوف هسه موضوعهم هذول الاثنين، الاثنين يعني مش مشان نحل موضوعهم. هي غلطت علي كم مرة وأنا قررت أبتعد منها بهدوء. لما لاحظت إني مو قاعدة أرد عليها بدأت تسوي الهواش، كلمت جروبات دعم، دفعت ناس. انتوا تحسبون هالكومنتات من وين؟ وكلمت تالا كانت تسوي جروبات وتسوي هجوم على ننا، وننا كانت تقول ما يصحش تهجموا علي. ما بعرف ليش تالا تسوي جروبات وتبعت ناس عليها. بدنا نشوف هسه ليش سوت جروبات. كلمتهم تسوي مقاطع إنه نانا ايش فيها؟ نانا ليش ما ترد على تالا؟ يا الله ما توقعنا كذا منك يا نانا. وهي اللي كلمتهم تسوي هالحركات. أنا نفسي انصدمت بعد كل هذا. كل ما صبرت عليها وسكتت كذا تسوي فيني، تبدأين تسوين هوش جديد معاي. دحين مين المظلوم؟ بالله بالله قولوا لي. انا هو المظلوم لانه ما حدا فاهم منكم اشي. مين اللي مسوي الهوشة؟ هسه الهوشة انت بديتيها ولا انا بدتها؟ بعدين كتبت لك هون على طرف الشاشة الحقيقة، قناة الحقيقة الدولية. شو الحقيقة؟ وين الحقيقة؟ والله ما انا فاهم اشي منكم. كل هالرسائل ومسجات اللي هي قاعد تعطيكي وانتي ما تردي عليها ليه؟ تخيلوا وش اللي سوت فيني، اللي وصلت لهالدرجة اللي أنا خلاص ما أرد عليها. في أسباب مرة كثيرة إني خلاص ما أقدر أتحمل. يا أخي كيف واحد من الاسباب، واخلص علينا ننا، اخلص علينا، اعطينا واحد من الاسباب. شو طلعت؟ شو مالها؟ ليش ما ترد عليه؟ تطلب منك فلوس؟ اخذ منك فلوس عادي. انا صاحبي دائما يطلبني فلوس واقول له ما معي، ثاني يوم نداوم هو يعطيني الفلوس، مع انه هو كان يطلبني فلوس. مش عارف كيف يدبر حاله، بس هيك بصير دائما. انتي كذا تكذبين؟ مسوي نفسها منها عارفة ومنصدمة وهي اللي بدأت الحواش. تكلمين جروبات كذا يتكلمون عني، تكلمين الكل. أنا إيش سويت لك؟ بعد كل هذا أنا وش سويت لك؟ والله مرة منصدمة. ماما من البداية منها كان راضي على هذه الصداقة. هذه الفترة ابوي وامي واخواني كلهم مش راضيين عن صداقتي انا وصاحبي الاصلع. بس صاحبي الاصلع كويس، يجي يطلبني مصاري اقول له ما معي، ثاني يوم هو يعطيني مصاري. مش عارف كيف. صديق رائع، صديق رائع. من وينك تلاقي واحد زيه؟ مزح يتحمل، مصاري بيعطيك، تطلعوا مع بعض، تاكلوا مع بعض، تشربوا مع بعض، تدخنوا مع بعض، تسووا كل شيء مع بعض. صديق ناري يا زلمه. بس انتوا مش فاهم شو اللي قاعد يصير معكم. هي طلبتك مصاري وانت بطلتي؟ ما انت مش صديقتي، مش صديقتي انت، كيف تطلبيني مصاري؟ حابة تكلمها وتقولها خلاص كنتوا الصاحبات وكذا انتهى. ماما ما كانت راضية لأنها تعرف كل شيء عنها. مع كذا أنا حاولت، هي عارفة كل شيء اللي سوت فيني، وماما خايفة علي تقول لي لا تكلميها، تعرف ماضيها، تعرف كل شيء عنها. أنا قسم بالله كنت أحسبها أختي، أخاف عليها مثل أختي. يا زلمه فوتي بالموضوع. شو مالها؟ شو طلعت؟ شو صار؟ شو طلعت صار لك نص ساعه وانت تسولفي. لكن انا حسبتها وحسبتني. شو السلافه؟ شو مالها؟ شو مالها؟ ايه حد يقول لي بالتعليقات شو مالها؟ ما انا فاهم. ايه هذا فيديو اول المشكله طبعا، مش عارف اذا إنه اول المشكله ولا لا، بس مش فاهم شو سوت فيكي. قلت لها مري عليها، هي جالسة زعلانة، والله أنا ما استحمل زعلها، أبيكي تكوني معاها. وعشاني راحت عندها. قلت لها زهرة لا تتركيها، تراها زعلانة. أنا اللي قلت لأختي توقف معاها بس عشانها لا تزعل. الموضوع تحميل جمايل، بس انا قلت وانا سويت وانا حطيت. الموضوع تحميل جمايل مش اكثر. انتوا قصتكم شكلها كلها من البدايه للنهايه انكم قاعدين تحملوا بعض جمايل. شو مالكم يا زلمه؟ ما احنا فاهمين اشي. قلت لاختي واختي كان عندها شغل مره كثير. نروح نشوف فيديو لتالا بلكي فهمنا اشي. بالمناسبه هذا حسابي على تيك توك،
اذا حابين تضيفوني، واذا مش حابين الله يجعلكم ضفتوني. الله العظيم انه الى الان مصورته اكثر من 11 مره، مو قادره اني انا اجمع الكلام على بعضه، فانا حصوره بالطريقه اللي اصوره فيها، ما يهمني مين يفهم. انا اهم شيء انه البوست هذا يوصل لنانا، لاني عارفه انه حيوصلك رغم انك مبلكتني. برو ليش يعني؟ ما يهمني اللي راح يفهم ما فهم. طب احنا ما فهمنا، احنا العرب زيكم، هذيك ايرانيه ما حدا فاهم. هي الايرانيه هاي كيف تفهم؟ وجهه نظر صح، وجهه نظر تحترم. هاي تالا مش فاهم منك شيء لحد الان، يعني 17 ثانيه انا صورته 11 مره. ليش هذا الفيديو هيني قاعد اصوره هاي مره واحده، ضايك مشغل التصوير مره واحده، بعدين نفوت على كاب كات وقطعيه ونزلين الاشياء المفيده مشان ايش احنا نفهم. لانه مش منطق انه نص حكيكو كلياته سكوت، وكانت عندما ذهبنا وتحميل جمائل واشترت لها شاورما وحطيت لها 3 اقراص فلافل بسندويشه واحده. وابغاك تعرفين اني انا انوجعت من اللي انت سويتيه. طيب اقسم بالله العظيم اني انا كنت قويه وصامده قدام كل شيء جالس يصير معاي الفتره الاخيره وما كان يهمني شيء، لكن اللي انت سويتيه هذا اقسم بالله العظيم انه وجعني وانه صدمني. اوكي، واقسم بالله يا نانا اني لاخر لحظه حاولت احل الموضوع معاك بشكل شخصي بعيدا عن الناس، رغم الاكثر من كومنت مسيء اللي انا شفتك تكتبيهم عني، رغم كميه الريبوستات اللي انت جالسه تسويها للان واللي فيها استهزاء فيني وكلام مغلوط انا وانت عارفين انه مغلوط ومن انسانه. مده الفيديو 13 دقيقه، لازم نزلتيها على اليوتيوب. اقل ما فيها كانت الشاشه عريضه، كان استفدنا من حجم شاشه التليفون عند عزيز المشاهد بدل ما نحطها خط زي هيك. يعني بالعرض احسن مشان يستفيد عزيز المشاهد ويشوف هيك بشكل اوضح. اما هيك لا، هيك غلط. 13 دقيقة وبالطول لا. وعلى تيك توك ما هم تعرفوا انه نص الشعب، نص مو كلياتنا مشغلين في بي ان يا تالا. لا عليك انت الغلط هون، انت الغلط. بعدين انا دفع مثلا ودي كلمة مفيدة بدي اقدم لها في محادثات يا اخوان. نانا ليش سويتي كذا؟ ليش كذا سويتي؟ بفهم ويش الخط صغير مش شايف. استنى خلينا نكبر. والحين راح تعرفوا اني صادقه يوم قلت انها عندنا الفيديو يا زلمه. اي نانا ليش كذا سويتي؟ بفهم ليش نانا خط صغير مبين عندي مش فاهم شيء. طيب مهم خلينا ننقله على الشاشه الثانيه نشوف. اتوقع على التليفون انتم قادرين تقروا المكتوب لانه لا دقيقه ولا كان شو قاعد اقرا؟ ما انتوا هيك مو مبين لكم شيء. التصوير على الشاشه الثانيه ثواني، هان لازم يكون التصوير. شو اخت الغباء. الله مو سلافه تالا، الخط صغير كثير ومش قادرين نقراه، مش قادرين ابدا يعني. وجوده التيك توك انت عارفه يعني، ما في عندنا فول اتش دي بتيك توك، في عندنا 720، فمش قادرين نقرا محادثات، فمبين انه اشي خطير كثير يعني تالا. فمشان هيك خلاص الحق معك كمل. فيني نمت صحيت من النوم الساعة 3 شفتك قارئة كلامي وأصلا ما رديتي، رجعت أرسلت لك رسائل مرة كثير وكنت أتصل عليك بشكل هستيري وأشوفك، كنت أشوفك بالتيك توك تسوين ريبوستات ما كنت تردين علي. ونانا واضح من طريقة كلامي إذا أنا إنسانة أبغاك عشان مصلحة ولا أحبك. يا أخي الطريقة هذه طريقة إنسان يبغى منك شيء، يا أخي الطريقة هذه طريقة إنسان يبغى منك شيء. نانا عاشرتيني يا أخي، أنت عاشرتيني. أنا صدق كنت أبغى منك شيء؟ أنت متوقع أني أنا كنت أبغى منك شيء؟ ولو فعلا أبغى منك شيء هل أكلمك رغم أنك كنت غلطانة بحقي وتكتبين كومنتات مو كويسة عني بهذه الطريقة؟ وأنا آخر فترة كنت ترند يا أخي، أنا آخر فترة كنت أي بوست أنزله ويجيب لايكات. إيش كنت أبغى فيك؟ إيش كنت أبغى فيك لو أنا فعلا كنت أبغاك كمصلحة؟ أنا شاريتك بيعيها خلاص، بيعيها، لا تشتري هذا من وراي، بيعيها ما بدنا. بس تالا طلعت محادثات بس نشوف رد شو اسمها ننا ونروح نشوف ردها. والحين راح تعرفوا اني صادقة يوم قلت انها تستغلني لسالفة الحق. نانا محتواي صار انتي، وانا قاعد اتكلم عن تعبي. نانا جاب المحادثة بشكل اكبر يعني راح نقدر نقرا. نانا محتواي صار انتي مع هاي هاي صورة تالا، بس مش شايف اسم تالا، ما اقدر احكم انها تالا، يمكن مش تالا عادي. فيسبوك شو اسمه هذا برنامج ما بستخدمه. واتساب تقدر تغير الاسم فيه عادي من جهات الاتصال. فهذه تالا انا ما عندي نت مرة ضعيف. تخيلي امس رجعت بعد ساعة وجلست ساعة شيل اصبعك. ابي انه كنت في الطريق ساعة ونص احاول اشوف 9 ساعات وانا انزل مرة تعب. اذا تكونين هنا راح تفهمي. طيب اسوي عملية، ما عندي نت، نفسيتي مرة تعبانة.
نبغى دراما شوي، فهمتي؟ يلا وصلينا 6 مليون. يعني اوكي هسه في عندنا تالا حكت نبغى دراما وصلي لنا 6 مليون. فتالا بدها تسوي دراما مشان تصل 6 مليون. هي قديش عندها تالا اصلا تصل 6 مليون على تيك توك؟ اساسا عدد المشتركين بتيك توك يفرق يعني. مش فاهم ايش ذا. فها مبين عندي انه تالا قاعد تسوي شغلات درامية مشان تصل ل 6 مليون. فسونا نشوف رد تالا على رد نانا على رد نانا. صح، عن غدر الأصدقاء أتحدث نانا الجزء الأول. يلا. وحأزعل وحأكتئب وحتقفل نفسيتي. بنات صار العكس، اقسم بالله احس كانه احد صب على قلبي مويه بارده. تدرون ليش؟ لانه انا من اسبوعين كل شوي انام واصحى وانا اسال نفسي هذا السؤال، يا اخي انا ايش سويت لهذه البنت؟ ليش قلبت علي بدون سبب؟ ايش الشيء اللي خلاها ما عاد صارت ترد علي؟ ايش الشيء اللي خلاها تحط يدها بيد ملحده؟ نانا حطت يدها بيد ملحدة؟ مين الملحدة؟ أنا نفسي أعرف ليش نص الحكي مبطن. مين الملحدة؟ إيرانية بنت باق. ليش توثقين فيها؟ لا تهتمين لها. شو هذا؟ اللي يحب تالا يرفع يده. ارفعوا تعليقي. كنا مع الخالة ننا والخالة ننا خالة ننا. كنا مع الخالة ننا خالة ننا مع الخالة ننا ننا. كلنا مع الخالة ننا ننا وع خالة ننا. كلنا مع الخالة ننا كلنا مع الخالة ننا. انت كيف كتبت كل هذا؟ لا تسوي اللي تسويه هذا، لانه انا حرفيا هذا كان طلبي منك الاخير قبل ما ابلكك. انا قلت لك نانا ابعدي، انا ما عندي مشكله انك تبعدين، لا انا حياتي متوقفه عليك ولا انت حياتك متوقفه علي، لكن لا تضريني ولا تشوهين صورتك اللي انا رسمتها بمخيلتي وبقلبي. بس انت ما شوهتي صورتك نانا، انت طلعتي بصورتك الحقيقيه اللي كلنا كشفناها الحين. اوكي انت لو تبغي تبعدي بهدوء انت ما تحطين يدك بيد انسانه ملحده قبل ما تهاجمني بدون سبب. هاجمت دينها اللي هو دينك الاسلام وهاجمت وطنها. اوكي انا من اسبوعين وانت دقيقة، إيرانية ودينها الإسلام؟ كيف؟ استني ثواني تالا، انت قاعد تحشي حكي كثير. تعطي حكي فوق حكي فوق حكي مش فاهمين شيء. تالا حق عليكي، حق عليكي لأنه نانا كثير حلوة الصراحة وانتي مش حلوة زيها. انتي حلوة بس مش زيها. فدائما الحق على الأقل حلاوة. فأنا هيك الحكم عندي أنا. كل ما كانت البنت أحلى هي معها الحق. الله، شو اللي قاعد اشرب بيه انا اصلا؟ بعدين نزلتك فيديو 7 دقائق و29 ثانية. ليش 29 ثانية؟ شيئين. هو المفروض اصلا الفيديو ما يكون 7 دقائق، هو المفروض يكون 29 ثانية. خلاص اختصري. نانا فضحنا نانا واكتشفنا حقيقتها. طلعت نانا على حقيقتها وطلعت مش صديقتي وانا انغشيت فيها. خلاص انتهى الفيديو. خلاص انتهى الموضوع. خلاص يدعموني عشاني نانا واقول الحقيقه، واللي علمكم اللي تقولون تبي لا، مش عشانك نانو وتقول الحقيقة، عشانك حلوة ولونك أبيض وكيك من الهبل. عشانك تقولي يدعموني أنا عشان يقولي الحقيقة. لا، عشانك حلوة بس ما أنا مدعمتك هسه. أنت على حق لأنك حلوة. انشهر من وراها. اذا فعلا كنت ابي انشهر اكثر كان من مصلحتي اني اسكت عادي. كنت اقدر اكمل الكذبه واسوي نفسي اني صاحبتها وكل شيء، وكان يجي لي مشاهدات ومتابعين من عندها. بس انا عندي ضمير حتى اذا الناس ما يكفون معاي. لا دقيقة فكنا من الضمير هسه. يعني هسه أنت كنتي ماشية معها على أساس إنها صاحبتك، بس أنت هسه قاعدة تقولي إنه هاي مش صاحبتي. فبطبيعة الحال مين كان يستغل الثاني؟ أنت صرت أنت قاعد تستغليها مشان مشاهدات. فانت من اول قاعد تحكي انها مش صديقتي من الاساس وهيك قاعد تحكي هان ما كانت صاحبتي من الاساس.